تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى استاد خليفة الدولي مسرح المواجهة المنتظرة بين المنتخب المغربي ونظيره الإماراتي، وذلك في نصف نهائي كأس العرب فيفا قطر 2025. آخر استعدادات المنتخبين في تقرير مراسلنا صفوان أبو شنب. مع توقع الكثيرين مواجهة بين الجزائر والمغرب في نصف نهائي بطولة كأس العرب فيما وصف بديربي شمال أفريقيا، نجحت الإمارات في إقصاء حامل اللقب وحجز بطاقة لدور الأربعة لتفرض تحديا مختلفا على أحد أفضل المنتخبات المشاركة، منتخب المغرب. مهمة تبدو سهلة في نظر البعض لأسود الأطلس، لكنها ليست كذلك أمام منتخب واجه أقوى المنتخبات العربية في هذه النسخة. نواجه مباراة مهمة أخرى، ونحن سعداء بأن لدينا الفرصة لخوض مثل هذه المباراة ضد فريق قوي جدا، ومن الجيد أن نواجه أفضل الفرق مثل الأردن ومصر والجزائر والآن المغرب، وهو منافس صعب. المنتخب المغربي أفصح مع وصوله إلى الدوحة عن أهدافه علنا بحصد لقب نسخة 2025، وبالرغم من أثر هذا الإعلان الصريح فإن الضغوط لا ينتظر أن تؤثر على أسود الأطلس الذين نجحوا في تخطي عقبات مختلفة قبل الوصول لنصف النهائي. الفريق المنافس هذه المرة يتمتع بخط هجوم قوي سيصعب من مهمة خط الدفاع المغربي. مرة واحدة أخرى بكل تواضع تناخذ الخصم بعين الاعتبار، ولكن اللي كيهمنا هو الفريق ديالنا. كنظن أن الاستماتة اللي بانوا عليها اللاعبين ديالنا في المنظومة الدفاعية، حتى كلاعب في الدفاع كاين واحد التركيز عالي، وكاين واحد الجدية كبيرة، وكاين واحد التعامل من الناحية التكتيكية والتقنية وحتى من الناحيه الدفاعيه بطريقه جيده، اللي خلاتنا اننا لحد الان ما نسمحوش للخصوم باش انهم يديروا علينا بزاف ديال باش يديروا علينا خطوره او انهم يوصلوا للمرمى ديالنا. في مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها تدخل المغرب وعينها على اللقب لمواجهة الإمارات المتسلحة بإقصائها لحامل لقب منتخب الجزائر. صفوان أبو شنب، BeIN Sports، الدوحة. مشاهدينا، بالمواجهة الأولى التي ستجمع المغرب بالإمارات، وأبدأ معك كابتن عزيز. يعني المغرب وصل لنصف النهائي بعد انتصار صعب على سوريا، لكن المغرب بهذه البطولة وبشكل عام كان مميزا كعادته ويعد مرشحا قويا للقب قبل أن يلعب. أتوافقني الرأي؟ صحيح، المنتخب المغربي يأتي لهذه البطولة بعناصر مميزة، عناصر لديها خبرة كبيرة جدا في الملاعب العربية والإفريقية والمحلية أيضا، لأن الدوري المغربي دوري جيد وكل اللاعبين في بعضهم أبطال إفريقيا مع أنديتهم، وهناك أيضا لاعبين ينشطون في الخليج في أندية جيدة. وأظن بطريقة سكيتيوي كان لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي كان ممكن يختار منهم هذه المجموعة. يعني هناك مجموعة مع طريقة سكيتيوي، وهناك أيضا مجموعة ممكن تكون في قاعة الانتظار من بين هذه اللاعبين الموجودين، من ضمنهم لاعب باطنة اللي كيلعب في الامارات، لاعب رائع جدا من اللاعبين المميزين، وفي بعض اللاعبين ايضا اللي التحقوا بالمنتخب المغربي الاول. هذه المجموعه عندها خبره كبيره جدا، تعرف كيف تتعامل مع مجريات المباريات. صحيح ان في بعض الفترات كانت المنتخب المغربي يلعب بانضباط كبير وليس بفرجه، فضل الفعاليه على الفرجه، لكن شفنا في المباراه الاخيره امام سوريا ان المنتخب المغربي ظهر في الشوط الثاني بوجه اخر بعد التغييرات اللي قام بها طارق سكيتوي وادخال بعض اللاعبين اللي عندهم امكانيات هجوميه ايضا رائعه جدا. نتكلم عن الشويعر، بوغرين، ازارو، لاعبين مميزين. هناك ايضا طنان ايضا من اللاعبين ايضا مميزين. لذلك فاظن مجموعه متكامله، والمدرب لديه واسع النظر في اختيار الاسلوب والطريقه، وفي الاخير لازم ان المشروع انه ينجح. كيف ينجح؟ انه يصل المنتخب المغربي الى النهائي ويفوز بالبطوله. هلا سنتحدث عن المشروع المغربي بالتفصيل، لكن بما انك ذكرت انه في لاعبين نشيطون في الامارات وفي الدوريات الخليجيه، كيف سيساعد ذلك برايك يعني كابتن عبد العزيز اللعب امام الامارات؟
المنتخب المغربي انا كما ذكرت سابقا، المنتخب المغربي الان منتخب يضرب في المثل صراحه. المنتخب المغربي احنا نحصل صف اول ثاني ثالث رابع. المنتخب المغربي الجميل في الموضوع من اول البطوله نشوف المنتخب المغربي دائما عنده عناصر، المنتخب المغربي لاعبين اذكياء صراحه في التعامل التكتيكي، هذا شيء صعب نحصل في هذه البطوله. نشوف الاعتماد على المنتخبات الفرديه، منتخب الجزائر منتخب رائع ولكن يعتمد على فرديات ياسين ابراهيم مثلا، ولكن المنتخب المغربي يلعب بشكل جماعي. شفنا المدرب في مباراه الامارات في المباراه السابقه في مباراه سوريا السابقه اعتمد على اللعب على الجناب دائما. ليش؟ دائما الفرق اللي معتمده في اللو زون لو بلوك دائما المدرب يحاول يحصل حلول اخرى، لان المنتخب المغربي يمكن يلعب من العمق، ممكن يلعب من الاجناب. فشفنا مباراه سوريا دائما نحاول الفريق يرفع من اي جهه من اي مكان، سواء من قدام نص الملعب او حتى متقدمين. فالمنتخب المغربي عنده الحلول. المنتخب الاماراتي راح يعاني طبعا من امكانيات اللاعبين اللي يملكها المنتخب المغربي. الزحزوح لاعب واحد من افضل اللاعبين، طنان من اللاعبين اللي عنده حلول في الكرات الثابته. فالمنتخب المغربي منتخب راح يكون صعب جدا على المنتخب الاماراتي الا اذا المنتخب الاماراتي عرف كيف يتعامل مع هذه الامور. حلو، سنتحدث عن ذلك، لكن دعونا صعبه وطويله جدا. يعني هذا الموضوع ايضا سيؤثر، وعنده ارتاح يوما اقل من المغرب. صحيح، تلعب 120 دقيقه اكثر من 120 دقيقه. الارهاق البدني، الارهاق الذهني ايضا، يعني عندما تصل الى ضربات الترجيح فهو تخوف، هناك تخوف ايضا. لكن في الصعوبات ايضا تخلق المجموعات وتخلق الكتله ايضا تكون اكثر صلابه واكثر جوده. ولكن اكيد المنتخب المغربي فهو لديه ايضا اللاعبين اللي عندهم خبره اللي ممكن انهم يتعاملوا مع المنتخب الاماراتي وظروفه ايضا. شوف، دائما السيناريوهات تهيأ قبل المباراه، لكن عندما تدخل المباراه فالمدربين يراقبون هل ما هيأته سوف يصلح لهذه المباراه او سوف نغير استراتيجيه ثانيه ونعمل استراتيجيه بلان بي. بلان بي يعني اذا دخلت وانا سوف اضغط على المنتخب الامارات والامارات جاهز بدنيا، اذا لن اضغط، سوف اعيد فكرتي. لذلك فالمدرب لازم تكون عنده مرونه ويكون عنده ايضا عده حلول مهيئه. لذلك فعلى حسب مجريات المباراه مواكبه المدرب الان اصبحت كل دقيقه بدقيقه مواكبه. ممكن يحصل طرد كما حصل لحمد الله، وسكيتيوي غير طريقه لعب واصبح يلعب اكثر دفاعيا للحفاظ على النتيجه. يعني السيناريوهات تتغير على حسب مجريات المباراه. ما ننساوش بان المنتخب المغربي عندما اتى الى البطوله العربيه كان في اللائحه 3 لاعبين مهاجمين. بن شرقي، الكل يعرف بن شرقي وقيمه بن شرقي. هناك المليوي وهو مهاجم نهضة بركان وهو هداف الشان وبطل افريقيا للشان حتى اصيب. والهنوري هذا مهاجم الوداد البيضاء وحتى اتى به لكي يكون حل من الحلول، لكن الاصابات تكررت. الان تبقى تيسودالي وحمد الله، وحمد الله كان موقوف، تيسودالي مصاب. اذا من اتى بالحل وهو وليد ازارو، لنعرف بازارو تجيه فرصه يسجل لك الهدف. سأعود هنا إلى الاستوديو وإلى ضيفينا. تحدث هاشم عن موضوع جميل جدا وهو تطور الكرة العربية وتطور الكرة المغربية بشكل يعني دقيق، لأنه لنتحدث قليلا عن هذا المشروع كابتن عزيز تحديدا بالمغرب، واللي أعتقد أنه بدأ منذ أكثر من 10 سنوات. الجميع يتحدث عن النتائج لكن المميزة التي تحققها الأندية والمنتخبات، لكن برأيي سر النجاح كان بتحويل هذه اللعبة لصناعة متكاملة. هل تتفق معي؟ وأكيد لازم أيضا كانت هناك إرادة ملكية من 2008 و2009 كانت هناك ندوات وكانت هناك إصرار ملكي على أن تكون كرة القدم والرياضة هي القاطرة التي لازم يشتغل عليها، خصوصا أيضا من ناحية إعطاء فرصة لكل الشباب لكي يبرزوا إمكانياتهم ويعرف بأن الشباب يحبون الرياضة ولازم نوفر لهم كل شيء لكي يحققون أهداف. ونعرف مكانة الرياضة الآن في العالم، كيف الرياضة تجمع الشعوب، تعرف البلدان، تجمع ثقافات وأيضا تعطيك صيت عالمي. يعني أظن بأن النجاح اللي عرفته الكرة المغربية في السنوات الأخيرة فهو جني ثمار العمل اللي قدم في رقعة الميدان من حيث أولا البنيات التحتية وتكوين الأطر، مساعدة أيضا كل الأندية الموجودة في المغرب. كل النادي الآن عنده مركز تكوين، عشب رائع للتدريب، للملاعب، أيضا
الملاعب القرب الان موجوده في المغرب كلها، هذا شيء داخل في تطوير كره القدم، تطوير في اللعبه. الان مراكز التكوين ايضا، اكاديميه محمد السادس مع اكاديميات اخرى في جميع الانديه تشتغل لتطوير اداء اللاعبين من الناحيه الفنيه، وايضا الدراسه، لان كل هاد اللاعبين يدرسون ايضا في مراكز التكوين. لذلك فهو التطوير الفكري والتطوير ايضا الفني، وهذا شيء مهم جدا. من قبل كانوا اللاعبين اكثرهم كيلعبوا كره ولكن لا يدرسوا، الان اصبحت الدراسه جزء لا يتجزا من تكوين اللاعب، لانه لازم يفهم كل الاشياء العلميه اللي ممكن يلقنها للمدرب، اين يريد، لماذا يريد ان يصل، وكيف يريد ان يصل. كل شيء اصبح علمي الان، ولازم اللاعب انه يدرس واللي يعرف الان ما له وما عليه. لذلك فالتطوير الفكري للاعب مهم جدا. هناك ايضا الجاليه المغربيه التي تلعب في اوروبا ايضا، فهي تساهم ايضا بشكل كبير جدا في تطوير ايضا كره القدم المغربيه. لذلك فهو ما بين هذا المزيج ما بين اللاعبين المكونين في المغرب، لان في اخر كاس العالم كان هناك 6 أو 7 لاعبين اساسيين كلهم مكونين في المغرب. لذلك ففي بعض الاوقات هناك لازم نمحي بعض المغالطات، يقولوا لنا المغاربه يلعبون فقط باللاعبين المكونين في اوروبا. لا معظم اللاعبين اللي يلعبوا في كاس العالم، ومعظم اللاعبين اللي يلعبوا في كاس العالم ابطال العالم اللي موجودين تحت 20 سنه، فهم معظمهم ايضا مكونين في اكاديميه محمد السادس، في توارقه، في الكوكب المراكشي، في الجيش الملكي، في العديد من الانديه المغربيه. لذلك فهو مزيج ما بين التكوين المحلي والتكوين في اوروبا، وهذا لصالح كره القدم المغربيه. لكن اظن بان فهو مشروع ناجح حتى في كره الصالات، في كره القدم النسويه، كل هذه الاشياء فهي لم تاتي من فراغ، اتت برؤيه ملكيه وكان تطبيقها على رقعه الملعب بطريقه جيده. القائمين على هذا التطوير، شفتي حتى البنايات، بناء الملاعب في ظرف وجيز كاس العالم فتره قصيره جدا، فتره قصيره جدا، وهذا تحدي كبير جدا ساهم فيه كل الجميع لانجاح هذا المشروع. البنيه التحتيه تتطور، كل هذا الشيء فهو في صالح كره القدم المغربيه والعربيه ايضا، لان عندما سوف تستقبل كاس افريقيا او بطوله عربيه او فهناك ضيوف، هناك لازم تستقبلهم، تهيئ لهم الاماكن الجيده حيث لازم انهم تستضيفهم. لذلك فهو جيد. المنافسه لا بد تكون منافسه للذهاب الى الامام. نعم، انا احب المنافسه، دائما احب، ارى شيئا جيد عند الاخر لازم انافسه واعمل زيه واعمل للتطوير، هذا شيء جيد. جميل. المنتخب المغربي طبعا اسفين على لا صح طبعا الكابتن ذكر ان الان الكره المغربيه في تطور، ولكن احنا يجب ان نذكر نجوم المغرب السابقين، يعني الكابتن يوسف شيب والكابتن عزيز واللاعبين الكبار اللي فتحوا المجال امام الكره المغربيه في التطور. اليوم هم فتحوا باب، ولكن الان احنا قمنا نشوف النجوم يوصلون. شفنا افضل منتخب، يعني منتخب 98 نعم خسر من البرازيل يمكن افضل جيل، ولكن عدى امام منتخب اسكتلندي والمنتخب النرويجي في هذه كاس العالم.